وكذا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأبين ذلك وقلنا والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس. وإلى هذا الذي ذهب إليه جماهير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جماهير أهل العلم، قالوا كانت رخصة لسالم. إيه القصة بقى؟ المولد اللي نصبينه وعاملينه ده ليه بقى؟ هو المسألة دي يعني أنا عايز أقول فيها تشغيب على الشريعة. في ناس بيركبوا كده، يركبوا الموجة عشان يشغب على الشريعة، وإلا الرضاع الكبير مش منتشر قوي في البلد عشان نعمل مظاهرة وكل شوية نتكلم عن الرضاع الكبير. ده هي حالاته محدودة. جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم، فبيهيصوا ليه؟ بيتكلموا ليه هذا الكلام؟ رخصة لسالم يعني مات الحكم بموت سالم، ومعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام. فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه، ويبقى الحكم الأصلي الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ودي رخصة خاصة بسالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى، ورأيه سديد، أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة، إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات. يعني السؤال اللي الأخت بتسأله أهو، إن البنت تبنوها، مش تبنوها يعني خدوها من ملجأ وهي سنها سنتين، دلوقتي البنت يعني حاضت وكبرت ويعني أظن 18 سنة ولا حاجة، وطلعت قصة رضاع الكبير والحدوتة، والبنت دي هتكون إيه يعني محرمة ممنوعة من الرجل، يعني الرجل ما يقدرش إنه يخلو بيها ولا يقدر إنها تظهر قدامه ولا الكلام ده. ففي حاجة في الفقه اسمها ثمرة الخلاف. عندنا قولان: قول الجماهير اللي المفروض ان احنا بنتبناه، وقول عائشة رضي الله عنها اللي هو هيحل لنا المشكلة دي تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة. يعني ايه ثمرة الخلاف في المسألة؟ أهل العلم قد يختلفوا في حكم ما، ولنمثل مثلا لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى الأشعري، وحديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جماهير أهل العلم باستثناء الحنفية ذهبوا إلى بطلان النكاح بغير إذن الولي، إعمالا لهذين الحديثين ولقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يرون جواز النكاح بغير إذن الولي. واحدة راحت تزوجت على مذهب أبي حنيفة بدون إذن الولي، دي حكم النكاح إيه؟ الحديث بيقول باطل باطل باطل. السؤال: هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا. السؤال الثاني: الأولاد اللي هم بقى أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنا؟ الجواب لا. قال لك لأن أبا حنيفة لما احتج برضه بظواهر نصوص، وبرضه ضعف الحديث ده وضعف الحديث ده، وإن كان أهل العلم بالحديث ردوا على الحنفية في المسألة دي، لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل في ظواهر نصوص، فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة. طالما بقى نكاح شبهة
يبقى ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ما أقولش المرأة زانية، ولا أقول الأولاد ولاد زنا. ده ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة. نأتي على رضاع الكبير. حالة زي الحالة دي مثلا، واحدة أو واحد أخذ بنت أو ولد من ملجأ من الملاجئ، سنه 3 سنين، ربوه كبر، ممكن نستخدم بقى رضاع الكبير في المسألة دي. مش زي بقى ما الجماعة بقى اللي عاملين يتكلموا يقول لك خلاص إذا بقى راجل العامل عندك في المحل كل شوية يروح البيت عشان المخازن خلي مراتك ترضعه، والتكساجي خلي مراتك ترضعه. ده تهريج، ده ملوش علاقة بالعلم. ده بقى شغل المحل بتاع على المصاطب والجماعة الحشاشين والكلام ده، هم اللي يقولوا هذا الكلام. لكن كلام أهل العلم بخلاف هذا تماما. يبقى أنا ألجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود إذا كانت المسألة كحال سالم مولى أبي حذيفة مع سهيلة بنت سهل. قالت يا رسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت، من صغره هو طالع، ده هيروح فين ده؟ فيبقى ممكن من ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ألجأ إلى رضاع الكبير. إذا المسألة كلها يا أخوانا مفيش موضوع عشان نتشنج التشنج اللي أنا شايفه في الصحف والجرايد والكلام ده، واتهام إن الأحاديث لأ، وإن يجوز أن يرضع زميله. إيه القصة دي؟ الرضاع الجماهير على أن هذا رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم. مش كان ده كفاية عشان نقفل الباب؟ ولا نفضل بده نشغب على الشريعة؟ والمقصود أن يشينوا الشريعة وأن يشينوا أهل العلم. والذي يحز في نفسي أن أهل العلم نفسهم يطلعوا اللي يقول لك ده الحديث لم يصح وأنه مدسوس وأنه مش حاسس اسمه رضاع كبير. طب لما الجماهير تفتح كتب الفقه وراكم ويلاقوا أن الرضاع الكبير موجود وأن العلماء يثبتون، ماذا يظنون بأهل العلم؟ فاحنا عايزين من يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يتثبت ولا ينفعل. دي مش عايزة ردود أفعال. إذا لم يكن عندك علم أمهل حتى تراجع كلام أهل العلم، لأنه يقبح بالعالم أن يقول كلاما يصادم العلم. في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله سأل تلاميذه يوما قال من أحوج الناس إلى العلم؟ قالوا له العوام. قال لا، أحوج الناس إلى العلم العالم، لأنه قبيح به ألا يعلم. ده كلام سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي. فأرجو أن يعني الكلام في مثل هذه المسائل تذاكر الأول، ذاكر قبل ما تطلع وتقول إن ده باطل أو تثبت حكما بذلك.